يا لهوي، يعني فتحتي قرن الراجل؟ امال كنت عايزاني يعني اسمي عليها خالتي؟ طب احمدي ربنا بقى ان هم ما بلغوش البوليس وودوكي في داهيه. انا من الاول قلت لكم يا جماعه انا مش نافعه في الشغلانه دي. الحمد لله، انا كمان كنت قلقان من شغلها من ورا ابي رضا. تصدق ان انا غلطانه اللي بعتك معاها؟ ما انا عارفه ان انت عيل فقري. الله، هو انا كل مصيبه تحصل تلزقوها فيا انا؟ بصراحه يا ماما عاطف ملوش ذنب اهو شفتي. طب بس بقى اسكت خالص، راجل غريب. شكلهم جم. انا كل ما افتكر وشه وانت بتعمل له باي باي بموت من الضحك. تحس ان انا بشتمه مش بعمل له باي باي. بس بصراحه اللي انت عملته فيه العب من الشتيمه بكتير. هو اللي جابه لنفسه بقى، انا مالي. شفتي البخور جيب فايده ازاي؟ طب وبالنسبه للاتنين المدلدلين دول نسيتيهم؟ اخرس يا بنت. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. ازيك يا ابي رضا؟ ازيك يا عاطف، اخبارك ايه؟ انت ايه اللي معادك بهدومك لغايه دلوقتي؟ وانا بيجاماتي خلصت خلاص؟ لا بس اصل لسه جاي من بره. جاي من بره؟ كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت في النايت. في النايت؟ بتعمل ايه في النايت؟ اصل كان واحد صاحبه سالف منه فلوس فراح يجيبها. صاحب مين؟ يا اخويا سيبك من عاطف وقول لي، راجع مبسوط يعني انت واخوك؟ هو الفرح كان حلو قوي كده؟ ده كان عالمي يا ماما، عالمي. يا سلام، للدرجه دي؟ واكتر. انت عارفه هو فرح مين الاول؟ اخوك بيقول لي واحد زميله. لا يا ستي، ده كان فرح نازلي بنت مرات عمي فاضل. يا لهوي، وايه اللي وداكوا هناك؟ انا بقى ما برضاش احكي لك عشان رد فعلك الاوفر ده. اصل ابي رضا دبس عمي تدبيسه طلعت من نافوخه. دبسته ازاي؟ عملت ايه؟ قول. لا ده موضوع طويل ويطول شرحه، اغير هدومي الاول وبعدين اجي احكي لكم. ايه جو المسلسلات ده؟ وانت لازم يعني تطلع بفاصل عشان ترجع تكمل لنا الحكايه؟ لازم فاصل، محتاج اريح شويه معلش. وانت كنت بره ولا ايه؟ لا بره ايه؟ ما كانتش بره ولا حاجه. امال ايه اللبس ده؟ يو عشانك يا رضا، مستنياك وقال يعني عامله لك جو. جو ايه يا حليمه في وسط مجمع التحرير اللي احنا عايشين فيه ده؟ يو يا اخويا ان شاء الله دايما متجمعين. يا رب. هخش اغير في السريع واجي لكم. ما تاخرش يا ابي، عايزه اعرف عملت ايه. حاضر. هو انت ما تعرفش تسكت ابدا وتحط لسانك في بقك؟ والمصحف ما حد هيودينا في داهيه غيرك انت. انت ازاي توافق على كده؟ وانا كنت اعرف منين؟ انا كنت مستني لحد ما تجيب لي تفاصيل عنه وعن حياته. وبعدين بعد ما عرفت هتعمل ايه؟ مش عارف، لسه بفكر. لسه بتفكر؟ نو واي. بقى الدكتور مراد حلمي اللي مترشح يبقى وزير يحط ايده في ايد تمرجي بيشتغل عنده في المستشفى؟ مش مهم هو بيشتغل ايه، المهم هو ايه. تاني يا مراد؟ تاني هتقول الكلام ده؟ ما شفتش كلامك عمل ايه في بنتك؟ خليها تسيب شادي بكل امكانياته دي وتبص لواحد جربوع. بصراحه انا مستغرب من تفكيرك الطبقي ده. المفروض ان انت دكتوره متحضره ومتعلمه، تقييمك للناس ما يبقاش على الاساس ده. صحيح انا دكتوره، بس قبل ما اكون دكتوره وعايزه بنتي تتجوز احسن جوازه في الدنيا. يبقى لازم نفكر بعقلنا ونشوف هنتصرف ازاي، لان اكيد فهمي ده احسن واحد بالنسبه لها في الدنيا، والا ما كانتش حكت عنه. انت هتجنني يا مراد، انت مش شايف مستواهم عامل ازاي؟ وانا كنت ايه من 30 سنه يا دكتوره؟ كنت لسه متخرج من الجامعه ومن اسره بسيطه وفقيره، واهلك كمان رفضوني، ولولا حبك ليا وتمسكك بيا ما كناش اتجوزنا. وحتى بعد ما اتجوزنا قابلتنا صعوبات كتير قوي في حياتنا لحد ما جت البعثه وسافرنا بره وكونا نفسنا. شوف النهارده حياتنا بقى شكلها ايه. ما تقارنش نفسك بيه. مش انا اللي بقارن يا دكتوره، بنتك بتحبه ومتمسكه بيه وهي اللي هتقارن، وساعتها مش هتقدري تقولي لها لا، وحتى لو قلت لها لا هتتمسك بيه وهتعند اكتر واكتر. يعني ايه؟ انت موافق؟ لا طبعا، بس مش بسبب ان الولد فقير ومن اسره بسيطه، لا، بسبب اخوه انسان مش كويس. بالنسبه لي مش فارقه كتير، النتيجه واحده، ان احنا الاتنين رافضين. وقول لبنتك ان السما دي لو اتطبقت على الارض مش هتتجوز الولد ده. سامع يا مراد؟ لا يمكن.